السلام عليكم اخواتي المشاهدات، ومرحبا بكم في قناه ام منير كيتشن. اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه مرحبا بكم، رجاء ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وهو المربع الاحمر الموجود على يمين الشاشه، ثم تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الوصفات. واذا تعرفوا القناه راكم مشتركين فيها ما تنسوش تدعموني بجيم وتعليق. اليوم ان شاء الله في ام منير كيتشن غادي نشوفوا مع بعض وصفه تحضير مملحه راقيه جدا، بنه ولا اروع وخفه وتقديم بريستيج. لتحضير العجينه تاعي هنايا اولا غادي نبدا بالعجينه، هي الاولى نحضرها ونخليها تختمر، ومن بعد نروح للتحضير تاع الحشو. للعجينه عندي 500 غرام تاع فرينه اي رطل، عندي ملح حوالي ملعقه اكل تاع ملح، عندي ملعقه اكل نتاع سكر، عندي ملعقه اكل نتاع حليب بودره، عندي ملعقه اكل تاع خميره الخبز، وهنايا عندي 7 ملاعق اكل نتاع الزيت وماء دافي للعجن. نبدو بسم الله. هنايا عفوا الملح ماشي ملعقه اكل، نصف ملعقه اكل، سمحوا لي. خلط الملح هو الاول، باش نيفيتي لو كونتاكت بين الملح ولا خميره الخبز. ملح حسب الذوق دائما. هنايا عندي ملعقه نتاع خميره الخبز وملعقه تاع سكر وملعقه نتاع حليب بودره. خلط المواد الجافه مع بعض. عندي 7 ملاعق اكل من الزيت، 2 3 4 5 6 7. خلط قليلا. شويه باش تنسجم لي المكونات، تتبسس لي العجينه شويه، ونبدا نخلط في العجينه تاعي بالماء الدافي. دائما الماء نضيفه بالتدريج باش ما نجريش العجينه تاعي، كي تخدمي وتضيفي في الماء تدريجيا. في اي وصفه الماء دائما نضيفوه على مراحل. هاد العجينه تجي خفيفه بزاف وتجي شابه. ها العجينه فقط نلمدوها ما نعجنوهاش. ها هو القوام تاعها. غادي نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف الحجم نتاعها. بالنسبه للحشو هنايا عندي شويه تاع اللحم مرحي، فوته قليته يعني في شويه تاع ثوم وحبه بصل مقطعه رقيق وملح وفلفل اسود، شويه قرفه وشويه كمون، وقليته عادي كيما نديروا الحشوه تاع البوريك. وهنايا عندي حبه تاع بطاطا مغليه بالماء والملح ومرستها عادي بالشوكه تاع الاكل. وهنايا عندي معدنوس. خلط الحشو نتاعي هنا بيان سور بعد ما نقلي اللحم المرحي نتاعي نقارع عليه حتى يبرد، والبطاطا تاني نمرسها وهي عاد ساخنه ومن بعد نقارع لها تبرد. لازم الحشوه تكون بارده والا غادي تخرج لي من العجينه. هنايا الدور تاع البطاطا نقفل مع اللحم مرحي، تقدري تستغني على البطاطا عادي، لكن لو تبدلي الحشو يعني ديري حشو اللي فيه صلصه ولا كريمه جبن ولا ضروري ديري البطاطا معاه باش تمتص لك السوائل.
الا ما درتيش البطاطا وكانت الحشوه تاعك فيها سوائل، غادي هذوك السوائل يخرجوا لك من المملحه نتاعك ويديفورموها، يعني الشكل رايح يضيع لك. انا دائما نحبذ استعمال البطاطا في هذه الوصفه. كما نقول لكم دائما قضيه الحشو تبقى اختياريه. ممكن تستعملي طون لويل، ممكن تستعملي كريمه، ممكن تستعملي صلصه طماطم. المهم كي تكون الحشوه تاعك تحتوي على سوائل لازم لها البطاطا، باسكو البطاطا هي اللي تمتص السوائل. نضيف المعدنوس. معذره منكم اخواتي، ولادي راهم دايرين فوضى لا غالب، راهم يلعبوا. هاني نلمد العجين الحشو تاعي ونخليه دو كوتي ونرجع للعجينه. العجينه تاعي راهي مختمره، راهي مريحه، راهي بيان. نجيب بلاطو ونقسم العجينه تاعي الى كويرات. الحجم حنا نتحكموا فيه. اللي تبغي المملحات تاعها تجيها الحبه كبيره تكبر الكريه، واللي تبغي حبه صغيره تصغر. انا نبغيها معتدله، نبغيها لا كبيره لا صغيره. هاد الوصفه تجي رائعه. تبدلي شويه مع لاصوب تاعك، تبدلي ماشي دائما بوراك، ماشي دائما تحطي مملحه مختلفه. تجي شابه بزاف وبريزونطابل. التقديم تاعها راقي وبنه ولا اروع، وعجينه خفيفه 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 كي القطن. الان نبدا بتشكيل المملحات تاعي. نرش لو بلان دو طرافاي تاعي بالقليل من الفرينه، ديروا غير شويه ما نكتروش، خاطر العجينه تاعي راهي طريه بزاف باش ما تلصقش. نفتحها قليلا بالحلال. ونعمر في المركز تاعها حشو، ونعاود نبلع عليه كيما هكا بهذا الشكل. زيرها جيدا باش ما يخرج. هاد المقبله تجي رائعه، كان سبق لي وحضرتها في القناه كاع العام اللي فات، وكما قلت لكم الفيديو كان رديء، وراني كل خطره يجوني تعليقات على الرداءه تاع هذوك لي فيديو الاولى. لا غالب ما كنتش نعرف نصور مليح، وعدت المشتركات الوفيات قلت لهم في كل مره وين ما تكون عندي فرصه نعاود لكم وصفه من الوصفات اللي ما كنتش مصورتهم مليح. نقلبها هكا بهذا الشكل، ونعاود نابيسيها غير شويه، ونحافظ على الشكل الدائري نتاعها. الان نجي نبدا نفتح فيها، ندير فيها ربع فتحات كيما هكا بلا ما نوصل للمركز. ونعاودو كل فتحه من هادو نعاود نفتحها على 2. كيما هكا بهذا الشكل. وهاد لي بيطال ندورهم. تجي شابه بزاف، خفيفه وبنينه، وتقديم تاعها راقي بزاف. سووها غايه باش في لا كويسون ما تديفورميش كيما هكا، ونحطها في لو بلا تاعي اللي ندخله في الفرن. غادي نخدم كاع الكميه تاع العجين اللي عندي بنفس الشكل، ومن بعد نولي نوريكم ندهنها
نزين لها المركز نتاعها وندخلها طيب. ها هو الشكل تاع المملحه تاعي بعد ما كملتها. هنايا يعني دهنت السطح نتاعها بان جون دوف، زدت معاه شويه تاع القهوه ورشيت عليها سانوج، وهادو دوائر نتاع فلفل اخضر. ممكن ديروا زيتون ولا ديروا الشيء اللي متوفر عندكم. غادي ندخلها طيب في الفرن ونعاود نوريها لكم جاهزه. ها هما المملحات تاعي راهم جاهزين بعد ما خرجتهم من الفرن، راهم عاد حامين. شوفوا الشكل تاعهم كيجي شباب، يعني بنه وخفه وتقديم راقي. اللي تبغي حبات تاعها يجوا صغار تنجم تصغر كيما هكا. انا هذه درتها على بال بنتي الصغيره باش تاكلها. اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنسوش تخلوا لي جيم وتعليق، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.